لما تسأل نفسك هو مين أحسن أخلاق جت في تاريخ الرياضة المصرية والعربية، هتقعد مع نفسك شوية وهتفكر، وعلى طول مش هيجي في بالك غير محمد عبد الشافي، أسطورة نادي الزمالك ونجم منتخب مصر. بصراحة أدب واحترام، مفيش صوت، صوته ده محدش يعرفه، صوته عمره ما يعلى نهائي. عمرنا ما سمعنا انه عامل مشكلة في اي نادي لعب فيه، او بالمختصر طول مسيرته الكروية شخصية غريبة جدا جدا تحيرك وتخليك طول الوقت تبقى في حيرة غريبة بسبب مواقفه. تشوفه في برامج ما بيظهرش، طب على السوشيال ميديا خالص ما بيظهرش. شيفو انت هتقعد على الدكة النهاردة؟ حاضر. شيفو احنا هنجدد لك؟ حاضر. عبد الشافي احنا جبنا فتوح باك شمال لاعب صغير وصعدناه وهيلعب مكانك؟ حاضر. طب معلش يا عبد الشافي، احمد فتوح خد الرقم 13 بتاعك؟ حاضر. عاوز فلوس قد ايه عشان تجدد يا عبد الشافي؟ اللي تشوفوه، انا ما بتشرطش على نادي الزمالك. تمام. عبد الشافي معلش ارجع في قرار الاعتزال وتعالى العب تاني عشان الزمالك فيه مشكله كبيره والقيد موقوف وعايزينك تلعب تاني. حاضر. عبد الشافي عمل رباط صليبي، هتاخد عقدك واخر السنه هتعتزل. حاضر. محمد عبد الشافي لا انا مش هاخد بقيه عقدي، انا مش هاخد فلوس ما لعبتش بيها. حاضر. عبد الشافي معلش اعمل تأهيل واجهز وتعالى عشان الزمالك محتاجك تاني. حاضر. معلش يا عبد الشافي، احمد فتوح عمل حادثة وموت شخص ومفيش حد يلعب في المركز ده، فمعلش تعالى عشان النادي محتاجك تاني. وكالعادة حاضر. طب شخصية زي دي لما تقعد تفكر هو ازاي كده، وازاي لاعب في الزمن ده او انسان عامة في الزمن ده كده. لو تلاحظوا معايا اللاعب الوحيد اللي جمهور الاهلي بيحبه زي جمهور الزمالك، مفيش عليه اي اختلاف. انا لما بنزل له صوره كل الكومنتات الاهلاويه بيدخلوا يشكروا فيه قبل الزملكاويه، وهنا بيبان مكارم الاخلاق، ان انت باخلاقك تبقى في حته تانية خالص. عندنا مثلا على سبيل المثال لعيب زباله زي حسين الشحات، قليل الادب، ما ترباش 5 دقايق على بعض، بيسب بالدين. لعيب زي امام عاشور قليل الادب، يشتم الاهلي النهارده وبكره يكون بيلعب في الاهلي وهكذا، وجمهور الزمالك يشتمه وهو يشتم جمهور الزمالك، وقله ادب في قله ادب. انما محمد عبد الشافي هو ده القدوه، هي دي الشخصيه اللي فعلا تتحب. انا ملاحظ ان بمجرد اسمه ما بيتقال بيجي بعد كلمه محمد عبد الشافي يعني نشيد طويل جدا في الادب والاخلاق والتربيه والاحترام والتواضع وكل حاجه تخطر على بالك. شخص ربنا يحميه ويبارك فيه ويحفظه ويبارك في اولاده، لان شخصيه عبد الشافي مش هتتكرر تاني. ويا ريت لما يعتزل الكوره يتعمل له تمثال في نادي الزمالك ويتكتب عليه القدوه والاخلاق والشخصيه المحترمه